جميع من ارسل بالخاص او اتصل علي شخصيا او تواصل معي في الواتساب، انا اقول بيض الله. شوف اتصالات من اول مسكت، انا اقول بيض الله وجهكم والله يسعدكم ويجزاكم خير. اقول السلام الجاي ايش صار؟ دق علي رجل في المدينه، شخصيه كبيره قال تذكر اسمي. اول شيء اشاد باللي سويته، شكرني، وانا بصراحه ما استحق اني اشكر على شيء واجب اسويه، عرفتم؟ قال اول شيء عبد الكريم اللي تسويه صح، بس حاليا في زحمه في المستشفى الانصار، في زحمه حول الحرم، فعشان كذا لا تسبب زحمه على زحمه، فارجوك انك تكف الناس لا يجون. كنت ابشر على خشمي الحين اكلم الناس، اقول تاجلت الى سنة. الشيء الثاني التبرع بالدم، يعني يخش في مرحله ان الواحد يفطر اذا تبرع بدمه في حكم الحجامه. كمان التبرع بالدم للشخص الصايم يدخل من باب الحجامه لانه في تقارب فيما بينهم، لانه بيفقد الواحد دم كثير، عشان كذا الواحد يفطر، فعشان كذا ما ابغى الناس يفطرون على عشان وعشان بادره الى المدينه بحول الله عز وجل. استاذكم الله للرياض. امان الله. يا رب قسم بالله يا الشينه انها ضرب، ابى اكلم الطيار يحطها في الطياره لنصل المدينه. والله ما تنفع. اسكت يا اللي تكلمني اسكت. شغلوها في سياره ولا شغلوها في سماعه كبيره؟ والله بيجي حماس عليه الربع. لا تقول شغلوها في سياره ولا شغلوها في سماعه كبيره؟ والله بيجي حماس عليه الربع. لا تقول يا رب هذا كداد ولا طيار، انا ماني فاهم السالفه يا رب. كوني شر يا رب، خاط الله منك يا الطيار. هنا المدينه اللهم لك الحمد والشكر. بس اكره شيء علي الباصات ذي، يا اخي اكرهها بشكل. الرابع شوف وين مستقبلنا الرجال عند البوابه. الله يحييه. الله يبارك فيك. هلا والله ابو حمد، والله انك تنوم وتنوم. والف مبروك الف مبروك فوزك المزار. حبيبي تستاهل كل خير. الله يهينك الله يهينك. اللهم لك الحمد والشكر. انفكت اشارات بن داود يا اخي، كانت غثتنا مغثه. يا رب لك الله. فرحان اني جيت؟ وش وضع الحبتين حقتك ذي؟ ترى اللي غبت يا اخوي 3 ايام، ماخذ سريري وماخذ. اطلع الله لا يهينك. وش وصلت في العجائز دي؟ اطلع ابو محمد، الله ترى ما اسمح لك. هذا وانا ما مت تورثني وانا حي يا ابو حمد ليه؟